المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإرتية، وفيها إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد اليوم. تقييم أعمال تنفيذ البرامج التنموية والإدارية في أغردت. دورة تدريبية للمرأة في الإقليم الجنوبي. كوريا الشمالية تنتقد تصريحات غوتيريش بشأن تعمير لنزع السلاح النووي. عشرات القتلى والمصابين في حريق هائل بكنيسة قرب القاهرة. قتلى وجرحى إثر انفجار جراء ألعاب نارية في أحد أسواق أرمينيا. أهلا بكم مشاهدينا. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت في الإقليم الأوسط اليوم أظهرت إصابة مواطنان من سنبل ومندفرة بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي مريض واحد من الإقليم الأوسط من فيروس كورونا، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,136. شفي منهم 9,959 وتوفي 103 تمريض، فيما يتلقى 74 مريضا الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 14 من أغسطس 2022. عقد في مديرية أغردات في 6 من أغسطس الجاري اجتماع لتقييم البرامج التنموية والخدمات الإدارية المنفذة خلال النصف الأول من عام 2022. وأوضح في الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو الدوائر الحكومية والاتحادات والمدراء وممثلين المواطنين منح اهتمام أكبر لمساهمة الإناث في مائدة التعليم في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وخاصة في ضاحية درعا، حيث لا توجد فتاة تنتقل إلى المرحلة المتوسطة. وفيما يتعلق بقطاع الصحة، تم التوضيح بتطور الخدمات الصحية وزيادة المستفيدين من الخدمات الصحية ورفع وعي المجتمع للسيطرة على الملاريا وتنفيذ برامج وسبل وقائية لتفعيل ذلك، وتطوير تنفيذ برامج الإصحاح البيئي الأهلي. وفي قطاع الزراعة تمت زراعة أكثر من 5,000 هكتار بطرق تقليدية وحديثة، وتشهد المديرية انتشارا جيد للأمطار ويتوقع حصاد محصول وفير. وقال مدير مديرية أغردات السيد إسحاق طحوم أن التقييم مهم لتقييم فعالية تنفيذ البرامج المستقبلية، موضحا تنفيذ أعمال جادة للحد من تدمير الغابات، وكذلك أعمال لتحصيل الضريبة الحكومية. نظم الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الجنوبي دورة تدريبية في الإدارة والمحاسبة ل37 من عضواته في 12 مديرية في الإقليم الجنوبي. وأوضح المنظمون بأن الهدف من التدريب الذي استمر من 8 وحتى 12 من أغسطس هو تطوير العمل وتقديم خدمات ناجزة. وأوضحت مسؤولة الاتحاد في الإقليم الجنوبي السيدة سناية فورقي في ختام الدورة التدريبية أهمية التدريب، داعية لتطبيقه على أرض الواقع. من جانبها أوضحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة أسفاء ميكائيل أن الدورات التدريبية التي تنظم للعضوات لأهمية تنفيذ الأعمال بكفاءة، داعية المتدربات للعمل المنسق مع المؤسسات الحكومية والشعب لتجاوز التحديات. وقدم في المناسبة تقرير 6 أشهر من أنشطة فرع الاتحاد. يقوم سكان 21 قرية في مديرية بريخ في الإقليم الأوسط بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه منذ شهر مارس الماضي لإنجاح برامج الحملة الخضراء. وأوضح مسؤول الزراعة في المديرية السيد ماجور منجستاب بناء المدرجات والحواجز المائية في الأراضي الزراعية والجبال وغرس 250 ألف شتلة. من جانبه أوضح مدير مديرية بريخ السيد تسفوت فسهاتسيون أن البرنامج المنفذ بتنظيم قوي قارب على الانتهاء، مشيدا بالتنسيق والتضافر في العمل. وقالت المدير التنفيذي لضحية عزقة سيدة سكالو زربابيل شتل حوالي 30 ألف شجرة في مساحة 40 هكتارا على
مستوى الضاحية، مؤكدة العمل لحراستها والعناية بها. وأكد مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية بريخ السيد محرة بهلبي الوضع الجيد للأشجار وإسهامها في نمو وتكاثر الحياة البرية. شهدت منطقة داقرقيش في مديرية عبدخالة بالإقليم الجنوبي تخريج 44 شابا تأهلوا في الدراما والأدب في دورة استغرقت شهرا واحدا. ودعا مسؤول الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا في المديرية جمال نور الدارسين لتطوير المعلومات المكتسبة بالعمل على الواقع باعتبارها بداية لدورات قادمة. وأكد الدارسون أن الدورة ساعدتهم في التعرف على قدراتهم الكامنة وتطويرها، متعهدين بالمساهمة الفاعلة في أوساط المجتمع وخاصة في أوساط أقرانهم. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. انتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية تصريحات السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأخيرة بشأن دعمه لنزع السلاح النووي لبيونغ يانغ بشكل كامل، واصفة هذه التصريحات بأنها تفتقر إلى الحياد والإنصاف. وعرب نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي للمنظمة الدولية كيم سون جونغ عن أسفه العميق إزاء التصريحات المذكورة لغوتيريش التي تتعارض مع التزامات واجبه المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية شبه الجزيرة الكورية. وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلن السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يدعم بشكل كامل الجهود المبذولة لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل عندما التقى برئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول. يشار إلى أن كوريا الشمالية قد أجرت تجارب على إطلاق عدد قياسي من الصواريخ هذا العام. أسفر حريق اندلع في كنيسة الشهيدة بسيفين غربي القاهرة أثناء القداس الصباحي إلى مقتل ما لا يقل عن 41 شخصا، وفق ما ذكرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي نقلت عن مصادر بوزارة الصحة المصرية. وبشأن أسباب الحريق قالت الوزارة في بيانها أن فحص أجهزة الأدلة الجنائية أسفر عن أن الحريق نشب في جهاز تكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة والذي يضم عددا من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك إلى انبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات. ووفق مصدرين أمنيين فإن الحريق أدى إلى تدافع بين المصلين الذين بلغ عددهم أكثر من 5000. وأضاف أن النيران كانت تحجب منفذ الخروج من قاعة الصلاة مما أدى لتفحم بعض الجثث، كما ذكر المصدران أن غالبية القتلى من الأطفال. واتصل السيسي هاتفيا ببابا الأقباط تواضروس الثاني بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، وأكد له قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم. نقلت وكالة أنباء روسية عن وزارة الطوارئ الأرمنية قولها أن انفجارين وقعا داخل مخزن للألعاب النارية في مركز تجاري في العاصمة إيريفيان، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين. وأظهر مقطع مصور بث على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا رماديا كثيفا يتصاعد من أحد المباني قبل أن يقع انفجار دفع الناس للفرار من مكان الحادث. ووقع الانفجار في سوق الجملة في سورمالو ولم يعرف على الفور سبب الانفجار. وأظهرت مقاطع فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عمودا كثيفا من الدخان الأسود يتصاعد في السماء.
بعد غياب دام 4 سنوات بسبب جائحة كوفيد-19 تعود سجادة الزهور في القصر الكبير أو جراند بالاس في بروكسل. صنع السجادة هذا العام نحو 100 من المتطوعين، نصفهم قدموا بشكل خاص من المكسيك وإسبانيا وإيطاليا واليابان. وتضم سجادة الزهور لعام 2022 ما يقرب من 400 ألف زهرة. كذلك لن توضع كل الأزهار مباشرة على الأرض، ولكن سيتم وضعها في أواني، وسيسمح هذا بالسقي الجزئي. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد اليوم. تقييم أعمال تنفيذ البرامج التنموية والإدارية في أقردات. دورة تدريبية للمرأة في الإقليم الجنوبي. كوريا الشمالية تنتقد تصريحات غوتيريش بشأن دعمه لنزع السلاح النووي. عشرات القتلى والمصابين في حريق هائل بكنيسة قرب القاهرة. قتلى وجرحى إثر انفجار جراء ألعاب نارية في أحد أسواق عاصمة أرمينيا. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم.